هاي، عاملين ايه؟ وحشيني كتير كتير، بقالي كتير قوي، تقريبا داخله على شهرين ما عملتش اي فيديوهات على القناه هنا، وان شاء الله هرجع. انا بس جايه لكم النهارده ايه اللي حصل في خلال الشهرين دول ومش عارفه ايه، عشان انا كنت قايله ان كان في حادثه حصلت لي وكده، فانا جيت احكي لكم على اللي حصل، وان شاء الله جايه اقول لكم ان كذا حاجه تتغير عندي في الشانل دي ان شاء الله، فتابعوني عشان هنزل حاجه جديده. اول حاجه، انا الحمد لله بقيت كويسه 100%. ان انا حتى لما بقيت كويسه نفسيا قلت اطلع واحكي ايه اللي حصل بالتفصيل وكل حاجه. ف يا رب يا رب ما حدش يشوف اللي انا شفته، ويا رب ان شاء الله ايامنا كلها تبقى حلوه. انا الموضوع ابتدى بالنسبه لي ان انا ساعات بشتغل زي ان انا مثلا شركات معينه تنزل مثلا ان انا هقضي يومين في مدينه كذا، وانا اعمل فلوج وانزله، وبس ان انا يعني زي عايزه اعمل محتوى سفر. فانا كنت عاجبني المحتوى ده قوي، فانا كان عاجبني المحتوى ده قوي ان انا اعمل محتوى سفر او كده. وكان اول يوم الصراحه كان البرنامج حلو قوي، اول يوم كان معدي تحفه تحفه بجد، وكان يوم جميل، وكان معايا صاحبتي آية الهواري واصحابنا كتير. ف قعدنا في فندق وكده، وكان يوم جميل وكده زي ما قلت لكم. اول يوم، تاني يوم كان في زي اكتيفيتي المفروض نصوره خاص بالعجل، يعني اللي بيسوق عجل. انا الاول او بقالي كتير قوي ما سوقتهوش، كتير قوي ما بسوقش عجل، ف قلت خلاص انا مش هسوق. فقررت ان انا ما اروحش معاهم. فجأة انا المفروض لقيت العجل قدامي، حاولت اسوق لقيت نفسي بعرف اسوق لسه فاكره، والموضوع ممتع قوي. فقلت خلاص انا هروح معاكم، فيلا يلا يلا يلا. سقت، كان الطريق حلو قوي وكده، بس كان مشكله في محاضرات كتير في الطريق وطلعات كتير، يعني في محاضرات وفي طلعات. فدي كانت مشكله، يعني دي كانت مشكله كبيره قوي، عشان انا فعلا كانت في المحاضرات والطلعات والنزلات دي كانت انا قلبي بيدق. وكمان الناس اللي كانوا عندنا، كان معانا ناس من تركيا، كان معانا ناس من اسبانيا، كان معانا ناس من ايطاليا، كانوا دايما بيقولوا نفس الموضوع. كانوا بيقولوا ان بيجوا عند المحاضرات دول بيحسوا ان هم بيموتوا خلاص. المهم ان انا مشيت في طريق 7 كيلو رايح و7 كيلو جاي. انا مشيت حرفيا، كان معايا الابل واتش بتاعتي، انا ماشيه 10 كيلو 7 كيلو، وانا راجعه 3 كيلو، ماشيه 10 كيلو تمام، مفيش اي حاجه يعني ساعات اقف شويه مش عارفه ايه، لسه مش متعوده على العجل وكده. وجيت بقى في مش منحدر، ده منحدر الموت زي ما بيقولوا. هو الطريق ماشي كده، وفي منحدر كده بالظبط، شايفين الانحدار اللي انا عاملاه بايديا ده كده، هو المنحدر كده، وعلى يمينه في زي بحيره ولا ماله، وعلى شماله في بحيره. هو كواحده عاديه طبيعيه، انا كان المفروض ان انا انزل على المنحدر ده، عشان مش متعوده على سواقه العجل قوي. ان انا انزل في المنحدر ده وانا ماسكه العجله، يعني وانا ماسكه العجله انزل بالمنحدر ده. انا مش عارفه ايه اللي خلاني افكر ان انا انزل وانا سايق العجله. وكان هو انا نزلت، مش فاكره وقعت ازاي، بس كل اللي عملته ان انا طرت من على العجله، انا والعجله وجاكتي وشنطتي والاي دي بتاعي وكل حاجه كانوا في البحر. حرفيا انا نزلت، اولا انا خبطت كده اتأثر طبعا، انا لحد دلوقتي لسه وارمه الحته دي شويه، و اتخبطت، قمت زي يعني اتنطرت، واتخبطت بقى على دماغي هنا، يعني اتنطرت على حجر كده ونزلت على دماغي هنا. كان بجد بشع 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 بشع، كان يعني احساس ابشع احساس حسيته في حياتي. المهم انا بعد ما عملت كده، طبعا دي صوري هحطها هنا. اولا انا فقدت كانت 1 2 3 4 السنين دي فقدتها، مش فقدتها، اتكسروا يعني، كان فيهم جذور وهم اتكسروا هما نفسهم. فكان صعب قوي، بس مهم كان الاسعاف جت. الاسعاف جت خدتني، شالوني وحطوني وودوني
المستشفى هناك كانت بشعة. هي منطقة اسمها كونجو. المفروض دي منطقة المفروض ريفية. حرفيا المستشفى كانت بشعة 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 بشعة. عملوا لي اشعه، بس الحمد لله هم احسن حاجه عملوا ان هم عملوها الاشعه وكده، لكن بقي كان مفتوح ما اتخيطش. نضفوا لي الجروح تنظيف سطحي جدا، يعني انا لو جبت شويه بتادين انا هنضف جروحي اكتر منهم. فكان صعب قوي. المهم طبعا انا اصحابي كلموا زوجي، لكن الانشن بقى اللي انا المنطقه اللي انا عايشه فيها كان المفروض ادور على حد تاني، عشان انا كنت متدمره. انا عملت لكم فيديوهات على التيك توك، معرفش ان شفتوها ولا لا. المهم رحت جوزي جه خدني ومش عارفه ايه وكده وكده، ورحت مستشفى في انشن لاسناني بقى. طبعا انا مش عايزه اقول تفاصيل عشان التفاصيل صعبه قوي قوي قوي، ولو حد ما بيحبش الدم والحاجات دي فهيبقى صعب قوي ان انا احكيها، بس انا مش هقدر اقول لكم غير ان هم لما بصوا بقي اتدمروا يعني دول ولا نضفوا ولا كده يعني. مش عارفه اقول تفاصيل. الدقيقه اللي جايه ممكن تكون مؤذيه للناس، فلو محدش بيحب الدم او التفاصيل ممكن يعدي الدقيقه دي عشان هتكلم على التفاصيل اللي كده. اولا انا لقيت حته من سناني جوه بقي، تخيلين يعني هنا الحته دي انا عندي اتفتحت. اللي فتحها مش خبطه، اللي فتحها سناني، يعني انا لما اتخبطت في سناني كده سناني دخلت واتكسرت جوه. تخيلوا كم الالم اللي انا كنت فيه. انا كل اللي فاكره ان انا كنت قاعده مع صاحبتي في العربيه، وبقول لها بصي انا السنان دي طلعتها من بقي. فانتوا متخيلين كان الوضع كان صعب صعب صعب، وكان اكتر وقت مؤلم في حياتي. بقي مش متخيله ان انا هعرف اندوغ عليه تاني، عارفين المشاعر دي. المهم رحت المستشفى، نضفولي وخيطولي. انا اتخيطت بقي كله حرفيا، ويعملوا لي زي سنان مؤقته كده. كان شكلها بشع 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 بشع، كان شكلها صعب قوي. و بتاع ده يعني بقي كان وارم لدرجه ان انا لما افضل ورمها حسيت ان هي بوجودها، فكان فعلا بشع بشع بشع. بس ركبوا لي السنان دي، بس قالوا له ان هي لازم تعمل جلسات تمويت عصب بتاعه العلاجات وكده يعني. المهم كان المفروض يعملوا حاجه اسمها تمويت عصب. تمويت عصب دي اخد 3 جلسات اموت فيه سنه كانت ميته اوريدي. الحمد لله مش مركبه جذور. انا سناني هي الجذور يعني، الحمد لله. يعني سناني كده، يعني الدكاتره هنا كويسين جدا، لحقوا حاجات كنتش اتخيل ان هم يلحقوها. فموتولي عصب في سنه. وبجد يا جماعه لازم تحمدوا ربنا على اقل نعمه تبقى عندكم. يعني مهما حصل انا ما فيش حاجه تعوضني عن سناني القديمه، مستحيل 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 حاجه تعوضني عن سناني القديمه. والالم اللي انا حسيت بيه عند دكتور الاسنان انا مش قادره اقول لكم غير ان انا كنت بعيط. كنت كل ما اخرج كنت بعيط. وهنا للاسف اكتشفت حاجه في كوريا، ان هم مش بيتعاطفوا مع الاجانب. زي ما قلت لكم مشكله الكوريين هنا معظمهم مش بيتعاطفوا مع الاجانب. فانا كنت حاسه ان انا في عياده الاسنان بجد 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 مهما اتألم مش حاسه ان في حد متعاطف. مفيش حد متعاطف باللي انا بمر فيه او باللي انا حاساه في حياتي. المهم وزي ما قلت لكم ان انا مريت بكل ده. وركبوني السنان ومش عارفه ايه، وتعرضت لمواقف عنصريه جدا في عياده الاسنان. لو عايزين احكي لكم عليكم بعدين يعني، بس ده مش موضوعنا. والمهم ركبت اسناني وهو ده اللي حصل. اللي بعدني على اليوتيوب انا الصراحه ما كنتش مستعده ان انا اطلع. عارفين لما يحصل لكم كده ايه يعني. انا قبل الحادثه كنت راجعه اليوتيوب بشده، وكنت مبسوطه باليوتيوب عشان كان عليه مشاهدات حلوه، بس حسيت بشويه عارفين اللي هو ايه، عايزه اخد هدنه كده. الحمد لله ناس كتير وقفوا جنبي هنا بجد بجد بجد. مش هنسى ان اصحابي عملوا لي حفله عشان ارجع مبسوطه. طبعا صاحبتي واختي ايه ما سابتنيش حرفيا. ايه الهواري ما
ما سابتنيش مفيش لحظه اتسبت فيها منها. يعني انا لو عندي اخت، ربنا يا رب يحفظها ويبعد عننا كل العيون الوحشه ويخليها لي، لو عندي اخت ما كانتش هتعمل اللي هي عملته. مستحيل ما في مستحيل اخت. جوزي فعلا ما سابنيش، ربنا يخليهولي. من مستحيل او ما يخلينيش اكره كوريا. هو كان كل مشكلته ان هو ايه، كوريا مش كده، انا اسف، انا مش عارفه ايه، كان كل ده كلامه. وطبعا اهلي في مصر كانوا داعم برضو، كانوا واقفين جنبي وعلى قد ما بيقدروا بيحاولوا يطلعوني وكده. فهي دي حكايتي. الحادثه وكده، ومش سهل ان انت كده. وكانت السنين للاسف انا شفت نفسي في ابشع منظر ممكن اشوفه في حياتي. يعني الحمد لله وكل حاجه، بس كانش كده ووشي الوارم. وغير ان هو في ايده لحد النهارده حتى العلامه دي من الوقعه، لحد النهارده الناس بتقولي ايه اللي حصل لك وكده. ففي كدمات لحد النهارده مكمله معايا لاخر حياتي. فهي دي وكانت كده. بس الحمد لله هم كانوا في المستشفى فاكرين ان انا الموضوع اكبر من كده عشان الحادثه كانت كبيره. بس الحمد لله ما طلعتش بكسوره ولا باي حاجه. هو بس كانت المشكله وكده، كانوا مشكين برضو ان انا عندي زي حاجه حصلت لي في دماغي، عشان انا كانت الخبطه على حجر. يعني انا وقعت بتقلي كله على حجر، فكانوا خايفين من الحته دي. وبس هو ده اللي حصل. هحاول ارجع ان شاء الله. هحاول ارجع وبس كده. اتمنى ان انتوا ترجعوا لي تاني. ومبسوطه ان انتوا حتى على السوشيال ميديا التانية بتقعدوا تقولوا لي علياء ارجعي لنا، علياء عايزين يوتيوب. ما كنتش اعرف يا جماعه ان اليوتيوب بتاعي حلو كده. ما كنتش اعرف ان انتوا بتحبوا اليوتيوب بتاعي كده. كنت فاكرين دمي تقيل في اليوتيوب، بس ما دام لقيت الناس كده انا بموت فيكم. وان شاء الله الفيديو اللي جاي هيكون حاجه انا غير اولا اسم القناه عندي من مصريه وكوري. خلاص انا مش عايزه اخلي القناه عندي راحه في حته مصريه وكوري، مصريه ومتجوزه. لا، انا هسميها علياء عرفه اللي هو اسمي. ومش هيكون مختص بكوريا او الحاجات، هيكون المحتوى ليه علاقه بالسكين كير، بالميك اب، بالستايلينج ساعات. وهنكون حاجات كده كل البنوتات تحبها، ونكون بنوتات مع بعض كده وحابين. مش هيبقى زي الاول مختص انا وزوجي. اكيد ادم هيطلع معايا، مقدرش استغنى عنه، ربنا يخليهولي. بس هخلي المحتوى خاص بيا شويه. وبس كده. ادعوا لي ربنا يوفقني في اللي جاي. وبيكوا ان شاء الله هوصل اللي انا بحلم بيه. بحبكم قوي. باي باي.